السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشني. بحاول ان انا ما اتاخرش عليكم. النهارده انا جايبه لكم حاجه جديده. بعيد شويه عن التجميل والوصفات. حاجه للامهات اللي ولادهم بيغلبوهم في الاكل ولانش بوكس المدرسه. انا جات لي فكره ان احنا نعمل لانش بوكس حسب الالوان المفضله لكل طفل. النهارده انا جايبه لكم الجرين لانش بوكس. جرين لانش بوكس ممكن نحط فيه الفلفل الرومي. الفلفل الرومي ممكن نفتحه ونحط فيه جبنة نستو، نحط فيه كفتة، نحط فيه بطاطساية. ومعروف ان الفلفل الرومي ده فيه نسبة كبيرة جدا من الحديد ومفيد جدا. ممكن يتاكل مع السلطة، يتاكل محشي، يتاكل لوحده، يتاكل بأشكال كتيرة جدا لأكله. وممكن كمان نحط في الجرين لانش بوكس الكابوتشا. الكابوتشا جميلة جدا وفيها فيتامينات كتير، وكمان هي ملين للأطفال، الأطفال اللي بتعاني من انتفاخ وإمساك. هي ملين طبيعي وجميلة جدا. بتتاكل لوحدها، بتتاكل مع السلطة. ايه عندنا كمان الخيار. مفيش طفل مبيحبش الخيار. الخيار يتاكل لوحده، يتاكل مع اي حاجة. ممكن نقطع الخيار على شكل وردة ونحطه في اللانش بوكس كده بشكل زينة. هتبقى شكلها ملفت جدا ليهم. عندنا الجرين برجر، طعمية وهي طالعة كده سخنة بالسمسم. هتبقى تحفة. وبلاش نقول لهم طعمية، نغير في شكلها كده ونقول لهم جرين برجر، هتلاقيها عملت معاهم سسبنس جميلة قوي. وبعدين من ضمن الفواكه اللي باللون الجرين عندنا الكمثرى. نقطع لهم كمثرى مع كل اللي احنا قلناه ده، هتبقى طعمها جميل. فيها فايدة عالية جدا، فيها نسبة حديد عالية. احنا كده عندنا قلنا الخيار والكابوتشا والفلفل الرومي والطعمية السخنة بالسمسم مع الكمثرى. والف هنا وشفا ليهم. وعلشان خاطر اكمل لكم بقية الالوان، انا لسه عندي ريد لانش بوكس وعندي حاجات كتير. ممكن لايك وشير، وتفعيل زر الجرس، وتشتركوا معايا وتنوروني في قناتي.